إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما نعوذ به من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم حكمه والعدل عدله والقضاء قضاؤه له الحكم وإليه ترجعون له الأمر وإليه تغلبون سبحانه من إله عظيم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني أجن بظهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني ولولا أني صدرت الزهد عنها قلبت لأهلها صار لجني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فغاب من ظلهن الله والأكم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت يا حبيب الله أحييت أجيالا من العدم أما بعد فإن خير الكلام كلامه وخير الهدي هدي حبيبنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار فما بعد هذه الدنيا بالنار سوى الجنة أو النار فانظر يا عبد الله أي الدارين اختار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله تعالوا إلى موضوعنا اليوم أحبتي في الله الإسلام قادم رغم المحن رغم التضييقات رغم التهديدات للأمة كلها فأنا أقول بعد هذه الأزمات وبعد التضييقات والمحن سيجعل الله فيها خيرا كثيرا وإذا علمت السبب سيزول منك الشك في ذلك ما من أزمة مرت بها الأمة إلا جعلها الله سببا لقوة الإسلام وما من بلاء يقع بالأمة إلا ليجعل الله فيه تمحيصا للصدور ليعلم الناس الخبيث من الطيب والغسل من السمين والغسل من الخبيث ليعلم الناس الطيب من الخبيث وليعلم الناس ليظهر لهم الحقيقة جلية واضحة قال تعالى في مطلع سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فما من بلاء يقع بالأمة إلا ليجعل الله فيه قوة وتمحيصا
للموحدين المؤمنين. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبالإيمان لا تحزنوا، فبالإيمان لا تهنوا، فبالإيمان أنتم الأعلون. وتعالوا بنا إلى زمان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأزمة والبلاء الذي وقع بهم في غزوة الأحزاب، إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت منهم القلوب إلى الحناجر وظنوا بالله الظنون، ظنوا أن الله لا ينصرهم، أن الله لا ينصرهم، حتى قال الرسول والذين معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فرد عليهم رب العزة جل وعلا لما ثبتوا على الحق، على التوحيد: ألا إن نصر الله قريب. بلغت منهم الروح الحلقوم حيث حوصلوا من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فرفعوا إلى الله قلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم، فجاء المدد من الله جل وعلا، لأنهم صدقوا الله فصدقهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان الله لهم بجنود من عنده، مدد من عنده يرفع هاماتهم وينصرهم الله نصرا مؤزرا، مع أنهم ظنوا أن لن ينصروا ولكن الله نصرهم. وفي الزمن الماضي حينما عصفت بالأمة الفتن والبلاء وضيق عليهم حتى هجم التتار على بغداد وظلوا يذبحون المسلمون 40 يوما حتى صارت الدماء في الشوارع في بغداد، فتنة عظيمة وبلاء. فماذا بعدها؟ لما عاد المسلمون إلى الله قهر الله الصليبيين وهزم التتار وجمع قلوب الموحدين وانتصروا. بل الأدهى من ذلك حينما هجم القرامطة على بيت الله الحرام وذبحوا فيها الراكع والساجد وذبحوا الطائفين حول البيت، واقتلع الخبيث الملعون طاهر القرموطي، أبو طاهر القرموطي، اقتلع الحجر الأسود من مكانه وظل يصرخ بأعلى صوته: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ فتنة طاحنة وعاصفة بالأمة. ماذا كنتم تظنون في هذه الفتنة إلا أن خذلهم الله ودحرهم ونصر المسلمون عليهم وهزمهم شر هزيمة، وظل الحجر الأسود خارج البيت أكثر من 20 عاما، وبعدها رد الله المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، لتعلموا أن كل أزمة تمر بالأمة تعيد لها الأذهان إلى القوة والوحدة والترابط والتآخي وارتفاع الإيمان في القلوب. فسبب ما يحدث على أرض الواقع سببه بعد المسلمون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم والجري وراء الدنيا ومتاعها والسماع إلى الأفاكين والكذابين الذين يدرسون على الناس دينهم. أما سمعتم المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب،
ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في الأمر العام. وما أكثر التافهين وما أكثر المدلسين والكذابين الذين يتصدرون في عباءة الدين. نعم، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا بكلامه غضا طريا ينزل من السماء ليتحقق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتحقق قول ربنا جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا بد من عودة تربط القلوب. وإن الهجمة ليست على بلادنا فقط ولكن على الإسلام كله، على البلاد الإسلامية كلها في كل مكان. يضطهد المسلمون وكأنهم طلة، بل إنهم غثاء كغثاء السيل. نزع من قلوبهم مهابتهم من قلوب عدوهم. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستتكالب أو ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى تصعابها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، طمع الناس في الدنيا وأحبوا الدنيا وتركوا ما عند الله فأزلهم الله الشرق والغرب. ينحالون للغرب تارة وينحالون للشرق تارة. ذل ما بعده ذل. أين عز الإسلام والمسلمين؟ إلا لأنهم من أجل ذلك باعوا الدين واشتروا الدنيا بالآخرة، فليس لهم حظ عند الله جل وعلا. نعم، فلا بد من عودتهم إلى كتاب الله، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا من الفقر أبدا، ولكن يخاف علينا من التكالب على الدنيا، ويخاف علينا أن يهلك بعضنا بعضا من أجل الدنيا. فاتركوا الدنيا لأهلها واشتروا ما عند الله. نعم، إنك مسافر إلى الله جل وعلا، فلا تغرق مع الغارقين، وتشبث بعباد رب العالمين حتى تكون من الناجين، ودعك من الأفاكين والكذابين، وتمسك بسنة رب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمسك بسنة الحبيب المصطفى وعض عليها بالنواجذ، فأنت في زمن كله فتن الذي صدق فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلمة يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجنب. لا تخف إلا من الله جل وعلا. لو قدر الله لك أي فتنة وبلاء ستقع فيها رغم أنفك لأن مكتوب عليك ذلك، فلا بد أن تسير على الطريق المستقيم حتى تنجو من الفتن التي تعصف بالأمة كلها. وأنتم تسمعون ما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الأرض، في كل مكان، في أفريقيا الوسطى وفي بورما وفي كشمير، ما من بلد إلا وينكل فيها بالمسلمين. ماذا فعل الله بنا حتى نخاف من دينه وحتى نخاف من شريعته؟ ماذا لو أنزل عليكم عذابا ثم رصا؟ أتنتظرون ذلك حتى تعودوا إلى دين الله جل وعلا؟ فليفيق المسلمون في كل مكان ولينجوا بأنفسهم. فعباد الله،
لا بد من عودته إلى كتاب الله وسنة رسوله، فالخوف ليس على الإسلام أبدا، فإن الله متكفل بإظهاره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. الخوف ليس على الإسلام، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فالخوف ليس على الإسلام، الخوف عليكم أنتم، الخوف على المسلمون أن يتناحرون من أجل الدنيا ومن أجل متاعها ومناصبها ومراكزها. الإسلام لا يخاف عليه، الخوف على المسلمين الذين ضايعوا الإسلام باسم الإسلام. فلا بد من عودة صحيحة إلى دين الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك المصطفى نبيك المجتبى ورسولك المختار ما تعاقب الليل والنهار. نعم أيها الأحبة في الله، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبلغن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الدين لا يبلغن ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغن الله هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك والكفر وأهله. لا يبلغن الله هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله جل وعلا بعز عزيز أو بذل ذليل. سيبلغ الدين ربوع الدنيا، فلا تخاف على الإسلام، فلقد بلغ عدد المساجد في أمريكا إلى 2000 مسجد ومركز إسلامي، وفي نيويورك وحدها 175 مسجدا ومركزا إسلاميا، وفي فرنسا بلغ المسلمون 5 ملايين مسلم، وفي بريطانيا من 2 مليون مسلم، ويدخل كل عام في الإسلام في بريطانيا وحدها 2000 من أصل بريطاني إلى الإسلام. فلا تخافوا على الإسلام، ولكن خافوا على أنفسكم أنتم، فلا نضيع أنفسنا باسم الدين والالتزام بالدين. أين التزامنا الحقيقي؟ أين تربيتنا وأخلاقنا بديننا الصحيح الذي أعلاه الله على كل دين في الأرض؟ فهو دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فلا بد من عودة لنا إلى ديننا، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمون الجدد يفخرون ويتمسكون بالدين الإسلامي أكثر منا، واسمعوا عنهم في القصص من العلماء تبكي القلوب وتشرق الصدور. نعم، ومنها قصة صغيرة لامرأة منقبة في أحد السوبر ماركت في فرنسا. قابلتها امرأة عربية متبرجة، فلما رأتها بنقابها قالت مضايقة
احنا جايين هنا مش نتاجر بالدين. نقابكم هذا يضيق علينا في هذا البلاد، اذهبي إلى بلدك وابتدي هناك، فنحن هنا نأتي للتجارة ولجلب الأموال. فنظرت إلي المنقبة بهدوء بسكينة واحترام، وأخذت منها المتبرجة البضاعة وضربتها على الطاولة، وقالت لها اذهبي إلى بلادك وتنقبي هناك، فهنا ليس بالتجارة بالدين. فخلعت لها النقاب هذه المرأة، فإذا هي عينيها زرقاء وشعرها أشقر، وقالت هذه بلدي، أنتم بعتم دينكم ونحن اشتريناه، وهذه بلادنا، اذهبي إلى بلادك أنت، فنحن اشترينا الدين وأنتم بعتوه، وهذه بلادنا أفخر بها لا يضايقني فيها أحد. فانخزلت المتبرجة وأخذت نفسها وذهبت، فلما علمتها أنها فرنسية متمسكة بدينها. فإن المسلم الذي يبتدئ الإسلام جديدا يعلم حق الإسلام، ونحن لا نتزوج طعم الإسلام. نعم إن فيه حلاوة، قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد المؤمن حلاوتها في صدره. فهل وجدتم حلاوة الإيمان في صدوركم؟ هل تمتعتم بالذوق بكتاب الله في صدوركم وتمتعتم بقراءته أم تركتموه وسعيتم وراء الدنيا والأغاني وملذات الدنيا وتلذذتم بها وتركتم ما خلقنا الله لأجله، ما خلقكم إلا لعبادته، والتمتع هذا بالدنيا يعينكم على طاعته. نعم لابد من عودة إلى كتاب الله وسنة رسوله حتى نلحق بالسابقين. أولئك يقال لهم هكذا: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما ترضى لنفسك أن تكون مع هؤلاء الصف والصفوة لتكون من الفائزين؟ أتعلموا وعدكم الله جميعا لو دخلتم الجنة وكنتم في درجات أدنى من الجنة، أما تعلموا أنكم تتحسرون؟ نعم يتحسر المرء في الجنة حينما يزور الذي أعلى منه، الذي أعلى ينزل الذي أسفل، فعندما يصعد لمكانه يتحسر الذي في أدنى، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهناك درجات تتحسر عليها حتى لو دخلت الجنة. أما تريد أن تكون معهم لتتمتع بالنظر إليهم والعيش معهم في جنة الخلد وجنة النعيم، فكلنا سنرحل ونترك الدنيا مهما بلغنا من العمر. فلا بد عباد الله أن نخلص، نجعل قلوبنا خالصة لوجهه الكريم صافية نقية، نأتي إلى الله بقلب سليم لنكون من الفائزين. اللهم نقي قلوبنا من النفاق، اللهم نقي قلوبنا من الرياء، اللهم نقي قلوبنا من الكذب، اللهم نقي قلوبنا من الخيانة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين
النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم، واقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.